عمرك شفت كود وما فهمتش هو مكتوب ليه؟ أو فتحت كود قديم ليك قبل كده وما فهمتش هو بيقول إيه؟ ده انجليزي دي يا مرسي. المشكلة هنا مش فيك، المشكلة إنك مش بتكتب الكود بالطريقة الصح. في الفيديو ده هنتعلم إزاي نكتب كود مفهوم ونضيف باستخدام حاجة اسمها الكومنت. طيب، قبل ما نبدأ، يعني إيه كومنت؟ ببساطة كده، الكومنت ده إحنا بنكتبه كلام في الكود بس الكمبيوتر مش بيفهمه، يعني شفاف، يعني انا بكتبه بيبقى مكتوب كده كلام عادي كده تمام، بس الكومبايلر وهو بيطبق الكود ما بيشوفوش. تمام. تمام. طيب السؤال بيقول لك هنا ليه الكومنت مهم؟ تخيل معايا كده انك كاتب كود من اسبوع مثلا، او انت كتبت كود النهارده وفتحته كمان اسبوع، هتيجي تبص على الكود كده وتقول مين كتب الكلام ده، او ايه الهبل اللي مكتوب ده. ايه انا عايز الكلام الباسخ اللي بتقوله دي؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام؟ هنا بقى بيجي دور الكومنت. تمام. تمام. اول حاجه احنا عندنا نوعين من الكومنت. النوع الأول وهو single line. single line ده بيكون شكل العلامة بتاعتنا، وبيكون دبل سلاش، يعني بنكتب دبل سلاش أو أي حاجة، أي كلام بعده بعد السطر بتاع الدبل سلاش تمام بيكون كومنت. تمام، ما بيقرأش. ومن اسمها كده ده بيكون في سطر واحد، يعني احنا لو جينا ناخد لاين تاني كده ونكتب مش هيتحسب، هيديني ايرور. تمام. فنفهم ان السنجل لاين ده بيتكتب في سطر واحد بس. طيب احنا بنستخدمه ليه؟ يعني احنا بنستخدم الكومنت سنجل لاين ده ليه؟ دلوقتي مثلا انا لو عندي مثلا الجزئية دي في الكود، عايز اقول مثلا ان الجزئية دي كلها انا بستخدمها علشان ايه؟ تطبع لي رسالة مثلا، او ان ده كود بيطبع رسالة، بيطبع رسالة. تمام. اهو بستخدمه علشان مثلا اشرح جزئية من الكود بتاع. تمام، عايز اميز حتة في الكود بستخدم الكومنت السنجل لاين. طيب. طيب يا هندسة، افرض دلوقتي انا عايز اكتب كود، عايز اكتب الكومنت في اكتر من سطر وفي نفس الكومنت، عايز اكتب كل ده في نفس الكومنت. تمام، بسيطة جدا. نخش للنوع التاني اللي هو مالتي لاين. طيب ده بيكون شكله كده، سلاش وعلامة الضرب في الآخر، وبرضه نفس النظام سلاش وعلامة الضرب في الأول. تمام، بيكون شكله كده، نقدر نكتب في أكتر من سطر. تمام، كل ده في الكومنت. طيب، زي ما ده ليه استخدام ان انا مثلا اقدر ان انا اشرح السطر ده بتاع ايه، او السطر ده بتاع ايه، او حتى السطر ده بتاع ايه، انا ممكن استخدم ده علشان اشرح جزئية معينة. يعني مثلا انا لو عايز اشرح مثلا السي اوت ده بيعمل ايه، انا لو جيت اعمل الدبل سلاش السطر كله هيتحول كومنت، حاجة رخمة صح؟ بس لو دخلنا وعملنا جواها النجمتين هتلاقي ان عادي هقدر اكتب والسطر ما تحولش كومنت. تمام، فهقدر اكتب عادي اقول ان ده امر طباعة مثلا، امر طباعة. تمام. فبالتالي زي ما ده له استخدام، ده برضو ليه استخدام، ودي الميزة في ان انت تكتب كومنت بالشكل ده. تمام، يسهل عليك الدنيا. كده احنا فهمنا الكومنت وبنستخدمه في ايه وليه وبنعمله ازاي. تمام. طيب، نصيحة أخيرة، لما تيجي تكتب كومنت اكتب كومنت للأجزاء المهمة بس، يعني ما تجيش تحت كل سطر أو على كل سطر وتقولي مثلا ده إن أنا مثلا هستدعي من السطر ده الدالة،
وده معرف اللغة، وده مش عارف الدالة الأساسية، مش عارف ايه. لا، ده كل ده هيعك ويبوخ شكل البروجكت بتاعتك او المشروع بتاعك. تمام. فبالتالي انا لما احط الكومنت في الحتت المهمة بس، فبالتالي الكود بتاعي يبقى شكله جميل ونضيف ومفهوم ومقروء. حتى لو انا قفلته حتى لو انا قفلت البروجكت سنة ورجعت له تاني، تمام، هتلاقي الدنيا حلوة. طيب، حاجة أخيرة برضو نسيت أشرحها في الأول، في استخدام تاني للكومنت. دلوقتي مثلا أنا لو بكتب كود، وليكن يعتبر إن ده كود كبير فيه أكتر من واحد شغال عليه، أنا في شركة وفي اتنين تلاتة معايا في التيم شغالين على نفس الكود، وخلاص الشيفت خلص وهنيجي بكرة نكمل. فمثلا في كود أنا لسه شغال عليه بعدل عليه وفي تعديلات، ولو حد تاني جه مكاني ورن الكود هيحصل معاه مشاكل. فأنت يبقى قدامك حل من الحلين: يا تسكيب الكود، هتسكيبه وتمسحه خالص، ديت حاجة وحشة إن أنت تيجي بعد كده ترجع تبنيه من جديد، يا إما تحوله لكومنت، إن أنت تقوم عامل سيلكت على الكود كله وتقوم محوله كومنت بالشكل ده. تمام. طيب، في اختصار في الكيبورد بيعمل لي الكومنت زي ما أنت شايف إن أنا بعمل كومنت من غير ما أكتب الدبل سلاش. بقف على السطر اللي أنا عايز أعمل له الكومنت وبعمل كنترول صح، بيتحول لي لكومنت. تمام. وطبعا كنترول زد بيرجعني خطوة لورا إن أنا أرجع للي أنا عملته. طيب، كده انت اتعلمت ازاي تستخدم الكومنت، عرفت ازاي تظبط الكود بتاعك. في الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نتحكم في شكل الكود اللي بيطلع للمستخدم. ولو في حاجة صعبة معاك قولي في الكومنت وهساعدك. وكالعادة ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان نكمل الرحلة مع بعض. وسلام، اشوفكم في فيديو جديد.